صرح مصدر أمني مسؤول بأنه تم إلقاء القبض على عدد 16 من قيادات وعناصر الإرهاب والتخريب في مدينة صعدة، وهم أعضاء ضمن خلية كانت تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة. والإرهابيون هم محسن صالح الحمزي، وصغير ضيف الله هادي قوقو، وعلي عبد الله محمد الحمزي، وحسن محمد سويدان، وعمار عبد الله محمد حسين الحمزي، وإبراهيم مسفر أبو حسن، ومحمد ضيف الله هادي قوقو، وسويدان طشان سويدان، وأحمد مفرح علي مرغم، وسلطان عيضة حسن ثلوي، وفارس حسن هادي الحمزي، وأمين إبراهيم هادي الحمزي، وأحمد حسين عبد الله طاووس، وهادي حسن أحمد هادي الحمزي، ويحيى عبد الله جعوان، وإسماعيل حسن هادي. بينما فر 3 أشخاص من أفراد الخلية الإرهابية، وحيث يجري ملاحقتها حاليا. كما ألقي القبض على 8 أشخاص من عناصر الإرهاب والتخريب في منطقة علب بمديرية باقم، كانوا يحاولون الفرار، وهم إبراهيم علي يوسف ثورة، وإبراهيم مهدي المؤيد، ومحمد عبد الله محمد، وجعفر عبد الباسط الهادي، وعبد الوهاب حسين ثورة، وأحمد شوعان عايض، ومحمد أحمد القطابري، وعبد الملك علي أحمد المؤيد. من ناحية أخرى قال مصدر عسكري مسؤول إن قواتنا المسلحة تمكنت اليوم من تدمير 4 وايتات في منطقة مران كانت تحمل كميات من النفط والديزل لتزويد العناصر الإرهابية بالوقود، وحيث اشتعلت النيران فيها وقتل وجرح عدد من العناصر الإرهابية نتيجة الضربة. كما تم تدمير سيارتين لعناصر الإرهاب والتخريب تحمل أسلحة وذخائر غرب مدينة صعدة. ولقي 4 من عناصر التمرد مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل إلى المزارع المجاورة للخط العام في منطقة آل عقاب. كما لقي العديد منهم مصارعهم في مواجهات مع وحدة عسكرية ظهر اليوم أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة المقاش. وقامت وحدات عسكرية بضرب مواقع للإرهابيين في مناطق غرب سنبل والمدورة والعند والكسارة وقهرة النص وغمان سباهلة، وأجبرت عناصر الإرهاب على الفرار بعد محاولتهم التمركز قرب المنطقة المحيطة بمحطة جرمان. وتم إزالة الألغام والحواجز التي كانت عناصر الإرهاب قد وضعتها في طريق صعدة عين والمنازل والمزارع المجاورة، والتي سبق وأن قامت القوات المسلحة والأمن بتطهيرها من تلك العناصر. وكان يوم أمس بالنسبة للعناصر الإرهابية يوم خسارة كبيرة للوسائل التي يتنقلون عليها والسيارات التي يقومون بحمل أسلحتهم وذخائرهم عليها، حيث تم تدمير مخزن أسلحة للإرهابيين في منطقة دماج، بالإضافة إلى ما بين محضة وسفيان أثناء محاولتهم تنفيذ عملية للتسلل إلى آل عقاب، وتدمير سيارة ثالثة تحمل عناصر إرهابية على طريق الشبكة